زواج السلطه والمال. هذا هو لو طابو اللي ما كيهضر عليه حد. كاين شي واحد يهضر على صاحب الملك، خص في التلفازه تقال، خص في الاذاعه تقالوا، خص الندوات الوطنيه والمناظرات الوطنيه تقال، حيت هذا هو الفساد، هو هذا حاله التنافي ما بين السلطه وما بين المال. ما يمكنش، ولكن حيت كاين بزاف اللي معنيين داكشي باش كلشي ساكت. اثمنه عندنا حره، عندنا المحروقات نفس الثمن والسوق حر. فين الحريه؟ هما كيتفقوا. شركه التامين سوق حر، وهما كلهم بحال الاثمنه بحال البنوك سوق حر، وكل شيء نفس ما مشيتي كلوناج. تعدينا الخياس ديال الحماق اللي مجلس المنافسه جالس ما كيدير حتى شي حاجه، وهادشي كله واقع. وانهم اللي قررت الحكومه ديالهم يصلحوا المقاصه ويحرروا السوق ديال المحروقات، قالوا بان الثمن ديالنا غادي يتباع النزول والهبوط ديال البرميل على المستوى العالمي. هذا كان شرط توقيفي، كان شرط جوهري ما تنفذش، وكان صمت. وهذا الصمت تيزيد يكمل عليه مجلس المنافسه. انا ما عنديش اختصاص، راجع اللور، ما عرفتش كيديروا كاع. علاش هذا الغلاء وصلنا له؟ راه الاحتكار اللي هي جريمه كيعرق عليها القانون، واللي كيعطي الحق النصوص القانونيه لمجلس المنافسه باش يتدخل ويحرك الدعوه العموميه ويسحل على وكيل الملك.